من اصعب المشاعر اللي احنا ممكن نقابلها في حياتنا شعور الرفض، الريجكشن. 950 سنه وسيدنا نوح بيدعو قومه، بيقول لهم ان هم يامنوا بربنا سبحانه وتعالى وبيدعوهم الى التوحيد. ولكن الرفض هنا كان بصوره مختلفه جدا. كل الانبياء تعرضوا لشعور الرفض ده، وكلنا في اوقات نتعرض للشعور ده. الموضوع كان مختلف مع سيدنا نوح. هو بيدعو قومه في فتره كبيره جدا، 950 سنه. قومه كانوا بيعملوا حاجه غريبه قوي. كانوا بيرفعوا هدومهم على وشهم، كانوا بيستغشوا ثيابهم، كانوا بيحطوا ايديهم في ودانهم عشان ما يسمعوهوش، وكانوا طول الوقت بيتنمروا عليه. بعد 950 سنه من السعي بيجي امر الهي من ربنا سبحانه وتعالى، وبيقول لسيدنا نوح خلاص اللي امن معاك امن، انه لن يؤمن من قومك الا ما قد امن. سيدنا نوح بيخاف على الدعوه وبيخاف على التوحيد، وبيشوف ان الناس دي من كتر ما هم كانوا بيفسدوا في الارض خايف جدا ان يوجد منهم او يتوجد منهم ذريه بتدعو الى الضلال وبتمنع الهدى من رب العالمين. سيدنا نوح دعا على قومه، ودعوه نوح على قومه مش انتقاما منهم عشان اللي كانوا بيعملوه معاه، لا. فبيقول ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، كأن تذرهم يضلوا عبادك. فسيدنا نوح خايف ان هم يفضلوا فيضلوا عباده، هيضلوا النسل اللي جاي بعد كده. وربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لسيدنا نوح، وفعلا بيأمره ان هو يبدا يبني الفلك او يبني السفينه، عشان ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل عذابه على القوم دول اللي هم كانوا دايما بيسخروا من سيدنا نوح، مش امنوا بربنا وبيعبدوا الاصنام. فسيدنا نوح بيبدا يبني السفينه. وطبعا المشهد بتاع السفينه هم في صحراء وبيبني السفينه على اليابس، وبتبدا الناس تبص لسيدنا نوح وهو بيبني السفينه، يبداوا عليه ان هو اتجنن، وبداوا يقولوا عليه ده انت كنت لسه من شويه بتدعونا ان احنا نؤمن معاك وكنت عامل فيها علينا داعيه، دلوقتي قلبت نجار. عرض لسخريه تانية من نوع تاني ونوع مختلف. وبعد ما سيدنا نوح اخذ سنين في بناء السفينه، ربنا سبحانه وتعالى بيامره ان هو يركب الناس اللي امنت معاه. الناس اللي امنت معاه العلماء بيقولوا ان هم كانوا 10، وناس بتقول ان هم كانوا 30، وعلى اقصى تقدير 80. انا عايز حضراتكم تتخيلوا 950 سنه من السعي ومن الدعوه، على اقصى تقدير 80 واحد بس اللي بيامنوا. ولكن كل ده بيحصل تحت مسار ولتصنع على عين، وسيدنا نوح مكلف من رب العالمين. بعد ما السفينه خلاص جهزت، سيدنا نوح بيركب الناس اللي معاه وبيركب الانعام اللي امنوا معاه، وبيبدا سيدنا نوح يبص فبيلاقي واحد من ولاده مش موجود، وابنه ده كان في معزل. كان بيظن سيدنا نوح ان ابنه ده امن، ولكن مش معرف الناس، مش ما جهرش بالايمان بتاعه. سيدنا نوح بيبص ما لقاش ابنه، ومشهد رهيب وعظيم، وعايز كل اب وكل ام يتخيل المشهد ده معايا. سيدنا نوح بيبص وبيقول لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يجيله الرد من ابنه يقول له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ابنه بيشغل المنطق وبيشغل عقله. لا يا بابا أنا مش هركب معاك، انا لما الطوفان يجي والميه تيجي انا هطلع فوق قمه الجبل، هو اللي هيعصمني من الماء. وطبعا بيجي الطوفان وبيجي عقاب ربنا سبحانه وتعالى وبيغرق كل الناس الا اللي كانوا في السفينه. بيقعد سيدنا نوح حوالي 6 شهور متكامله في السفينه عشان لسه الارض ما جفتش. بعد الفتره دي سيدنا نوح لسه قلبه متعلق بابنه، غرق وخايف جدا عليه، وفي اعتقاده ان ابنه ده كان من الناس اللي امنوا، بس هو كان في معزل ما كانش معرف الناس. بيبدا سيدنا نوح يدعو ربنا سبحانه وتعالى وبيطلب منه ان هو ينجي ابنه. بيجي له الجواب من ربنا سبحانه وتعالى وبيقول له انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. سيدنا نوح بيسلم تسليم تام لاراده ربنا سبحانه وتعالى، وبيعرف ان ابنه ده ما كانش عمل غير صالح، ما كانش من الناس اللي امنت، وبيسلم وبيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا نوح كان ماشي في طريق التسليم التام لربنا سبحانه وتعالى، وابنه برضه كان ماشي في طريق تسليم بس ما كانش لاراده ربنا سبحانه وتعالى. فشتان التسليم بين نوح الحكيم وبين ابنه صاحب العقل والمنطق السقيم، ولتصنع على عين.